النهارده نشوف مع بعض ارخص فيلا تقدر تسكن فيها وانت في مرسى مطروح. بس قبل ما نكمل ما تنسوش توصل الفيديو ل 10000 لايك واشترك في القناه عشان تدعمونا ان احنا نكمل معاكم السلسله دي. احنا اكتشفنا المكان ده بالصدفه على اير بي ام بي واحنا بندور على اماكن مميزه ان احنا نسكن فيها واحنا موجودين في مطروح، فكان مكتوب روف توب فيلا سعرها 68 دولار في اليوم، يعني بالمصري حوالي 2100 جنيه تقريبا ل 11 شخص، فيها 5 سراير 4 حمامات. فخلينا نشوف شكل الفيلا من جوه عامل ازاي. المكان طبعا واسع جدا، يعني اول ما تخش فيه كميه وسع رهيبه. عندك فيه هنا سفره 8 كراسي تكفي يعني مجموعه كبيره من الناس، والسفره شكلها لطيف صراحه. المكان كله عموما تلاقي فيه اللون الاخضر المبهج ده في السقف في كل حته، معتمدين على اللون الاخضر ده، فصاحب المكان واضح ان هو بيحب اللون الاخضر جدا. عندك الانتريه هنا واسع جدا، يشيل حوالي مثلا من 8 ل 10 اشخاص تقريبا، كنبه كبيره خالص، والقعده صراحه دمها خفيف جدا. في هنا بقى الكرسي اللي انت بتشوفه دايما في الافلام ده، الكرسي اللي هو بتاع زمان قوي ده، تقعد كده ما تعملش اي حاجه غير انك يعني ايه تفكر انت تاخد قرارات مهمه. الشاشه هنا حجمها رهيب، يعني اعتقد ديت مثلا مش اقل من حاجه و50 بوصه، يعني تلفزيون سمارت شغال فيه بقى نتفليكس يوتيوب وكل حاجه، فحوار جامد. برده ديكورات في المكان يعني شيك جدا وشكلها ظريف صراحه، مناسبه للمصيف. يعني بص دي اللوحه ديت فيها جو المصيف قوي، واللوحه الثانيه برده دمها خفيف قوي قوي صراحه. الشقه فيها نت، يعني في راوتر كده تقدر يبقى ليك اكسس على النت عادي جدا وانت قاعد، يعني ما تشيلش هم النت خالص. تعالوا مع بعض نشوف غرف. بس قبل ما نشوف الغرف، المطبخ بيجي على ايدك الشمال بقى، مطبخ امريكاني. خلينا نشوف ايه اللي موجود فيه. المطبخ مودرن نظيف جدا جدا، شكله واسع جدا، تحس ان هو مجهز بالكامل، مفيش اي حاجه ناقصاه. عندك هنا مايكرويف، يعني شكله شيك وشغال 100 100، نضيف من جوه وحاجه على الرايق. عندك هنا بوتاجاز عشان خاطر لو عايز تطبخ حاجه او تعمل حاجه، كل حاجه متاحه. برده في هنا اطباق لو عايز ان انت معاك اكل بتجهز اكل او حاجه، فتجهيزات المطبخ كلها موجوده. وطبعا برده حاطط لك هنا مكوه وترابيزه مكوه عشان خاطر لو انت عايز تكوي هدوم او حاجه، فكل حاجه تقريبا في الشقه موجوده. بس دي كانت المفروض تكون جوه، يعني هم نسيوا تقريبا حطوها هنا. عاجبني الاهتمام، يعني عاجبني ان هم حاطين كل حاجه. عندك الثلاجه اريستون براند نضيف جدا وكبيره واسعه وشغاله، مطبخ مكلف يا جدعان. عندك في هنا توستر عشان خاطر لو معاك توست عايز تحمصه او حاجه، فده موجود. يعني التوستر ده برغم ان هو قديم شويه لسه لحد دلوقتي طبعا في ناس بتستخدمه وبتحبه، تحط بقى مربى بتاع على التوست بتاعك وتظبط الدنيا. كميه مجات رهيبه، كميه فناجين قهوه برده معقوله جدا، 6 فناجين قهوه و6 مجات، وبص عاملين لك هيصه، تجهيز كامل في كل حاجه انت عايزها. خلطوا شويه حاجات متعلقه بالمطبخ برده. اول مطبخ اخشه في شقه صراحه، يعني احنا في فيلا بقى دلوقتي مش في شقه، يكون في كل التجهيزات دي. كوبايات شرب كتيره جدا، خد لبكره تجهيز. 12 كوبايه شاي صغيره، 12 كوبايه عصير او ميه، في شغل عالي. حاطط لك هنا كاتل ازرق مثلا برده عشان خاطر لو عايز تعمل الشاي والقهوه يبقى كل حاجه موجوده معاك. في كميه حلل برده رهيبه هنا عشان خاطر لو انت عايز تجهز اي حاجه كطبخ، كل حاجه موجوده انت عايزها. حلل بكل المختلف احجامها، برده كميه شوك ومعالق وسكاكين غير طبيعيه كتير جدا جدا جدا. فكره ان هم حاطين حته 11 شخص دي، اعتقد انها مش كاتبينها كده وخلاص، هم جاهزين الحاجات دي انها تسع فعلا ل 11 شخص. بالنسبه لي انا 11 شخص و5 سراير مش عارف. تعالوا نشوف. عندك اول اوضه هنا فيها سريرين مكيفه، في مروحه كمان، يعني في تكييف وفي مروحه. اعتقد المروحه دي كانت موجوده قبل كده، وفي التكييف ده لسه مثلا من الجديد او حاجه بدون الاير، بص لسه بكيسه، يعني تكييف لسه على الشعر، فعجبني صراحه. لا حلو. حجم السرير كويس جدا، كبير مش سرير صغير، لا يعني ممكن ده يسع كتير. يعني حاطط لك برده في هنا تسريحه صغيره، دولاب مدفون كده موجود في الغرفه برده، مساحته كبيره، يعني في هنا مساحه وفي مساحه جوه كده شويه. وحاطط لك كبرتات عشان خاطر لو عايز تتدفى بالليل او حاجه او في ساعه او كده. برده عندك مساحات تخزين تحت كبيره جدا، تقدر تحط فيها اللي انت عايزه لو انت قاعد فتره طويله. الغرفه هنا ليها اكسس على الروف، تقدر تشوف الفيو برده بتاع الروف عامل ازاي والقعده، ولكن ده هنرجع له بعد شويه. برده هنا ده الحمام الرئيسي تقريبا، اول حمام يعني احنا شفناه. الحمام نظيف جدا برده من جوه وفخم وشياكه ودلع خالص، يعني صراحه مكان نظيف عجبني صراحه، يعني كل حاجه تحسها انها متجهزه وشيك 100 100. كان في مطروح مفيش كلام لحد دلوقتي. عندك هنا بانيو صغير كده وفي شاور هيد فوقيك، يعني كده في تجهيزات ظريفه. عندك برده في الطرقه في سوفا بيد بتتفرد تعمل سرير، فده اول اوبشن بقى لو انت عندك عدد افراد زياده، يعني ممكن دي تتفرد سوفا بيد مع مخده خلصت. تعال نشوف بقيه الغرف. هنا بقى في غرفه او مكان صغير كده، في الغساله، في الاماكن اللي انت لو عايز تغسل هدومك فيها او كده، يعني ركن كده بسيط هم فاصلينه عشان خاطر يعني لو عايز تغسل هدومك او تحط هنا هدوم اللي متوسخه برده، يعني ركن كده بسيط عشان ما يعملكش دوشه جوه الغرف. عندك هنا غرفه النوم الرئيسيه تقريبا، يعني اول مره اشوف غرفه نوم رئيسيه كبيره كده، لان هنا السراير في سريرين كبار، يعني السراير هنا غير السراير اللي احنا شفناها في الغرفه الاولانيه. السراير هنا كبيره جدا، يعني بص الحجم السرير عامل ازاي، 2 يناموا عليه مرتاحين. فهنا غرفه دي تكفي 4 يناموا ويمخمخوا، مفيش اي مشاكل عندهم تماما. طبعا هنا غرفه مكيفه، وطبعا في مروحه برده فوقيك رهيبه صراحه. في هنا دولاب كبير، يعني عشان خاطر لو انت قاعد فتره طويله تقدر انت تحط اي حاجه انت عايزها، عيش بقى يعني حط وعيش. كمساحه غرفه ومساحه دولاب وكل حاجه كمساحات روعه. السرير يعني بص حلو، مرتبه جميله صراحه. الغرفه برده فيها حمام، يعني غير الحمام اللي احنا شفناه بره، فده كده تاني حمام. برده حمام مساحته كبيره وشيك والدنيا ظريفه جدا جدا صراحه. مساحه الحمام كويس صراحه، وبرده حاطط لك هنا مرايه فيها اضاءه
اعتقد جو شياكه ولطيف وبتاع. برده في هنا بانيو حجمه اكبر من الحجم اللي بره شويه، شاور هيد، كل اللي انت عايزه. الغرفه يبقى فيها حمام داخلي في شيء كويس. الغرفه برده فيها تلفزيون يونيفرسال 32 بوصه تقريبا، في غرفه نوم رئيسيه ممتازه يعني، فيها تلفزيون وفيها حمام خاص جوه، فشغل عالي. تعال نشوف الغرفه الثانيه. دي بقى ثالث غرفه معانا واخر غرفه، برده فيها سرير كبير، ده ممكن ياخد شخصين تقريبا. فلحد دلوقتي العدد اللي انا شايف ان هو يستحمل، انا شفت بره مثلا سريرين حجمهم كويس ممكن يسعوا 4 اشخاص، هنا برده في سريرين كبار اكبر شويه يسعوا 4 اشخاص مستريحين، فكان عندك 8 اشخاص. هنا السرير دوت يسع شخصين، فكده 10 اشخاص. كنبه معاك فكده 11 شخص. كده هم كانوا صادقين لما كتبوا 11 شخص فعلا. السرير شكله هنا شيك جدا، اللحاف ده عاجبني صراحه، لونه حلو قوي يعني، شيك ودمه خفيف، والغرفه مساحتها كويسه. عندك هنا الدولاب ده برده مدفون جوه الغرفه، دولاب كبير جدا ومساحته كبيره خالص يعني، اجمالا ان هو انتوا 100 100 يعني. عاجبني مساحات التخزين والدولاب كبير والدنيا حلوه. هنا الغرفه برده فيها تسريحه، فيها تلفزيون 32 بوصه براند يونيون اير، ظريف جدا قدام السرير على طول وشغل عالي. هنا في مروحتين، مروحه في وشك مروحه فوقيك وتكييف. افتكروا جو في مرسى مطروح بيبقى حر قوي كده يعني، يستاهل كل التهويه دي كلها في الصيف، مش عارف صراحه. هنا غرفه برده فيها حمام داخلي، فخلينا نشوف الحمام عامل ازاي. الحمام برده بسيط خالص يعني، سيمبل بسيط. اعتقد ده اقدم واحد فيهم يعني، اقدم واحد من الحمامات ده، ستايله تحس ان هو يعني فينتج شويه. في مرايه لطيفه ديت باضاءه ظريفه حوالينها بحيث ان انت تكون شايف شكلك بوضوح. عندك هنا بانيو برده هو الاكبر حجما وسط البانيوهات اللي احنا شفناها، ده يعتبر الاكبر. برده شاور هيد، برده في سخان في كل حمام تقريبا، فالحمامات متجهزه كويس. بما انهم كاتبين 4 حمامات فاحنا شفنا 3، الرابع فين بقى؟ تعال نشوف. ما تقولش ان في هنا حمام. إيه، بص حمام مستخبي يعني، بص لازم عشان تشوفه تبذل مجهود. من وجهه نظري ده اشيك حمام فيهم لحد دلوقتي. هو اول واحد موجود في الصاله، لو عندك ضيوف او عندك حد داخل الحمام فالحمام شيك جدا. في مكان هنا برده زي رخامه عشان لو انت بتاخد شاور ولسه طالع من البحر او حاجه وفي رمله فمفيش حاجه تبهدل الحمام او كده. وكل حاجه في الحمام شكلها شيك صراحه كتصميم، كل حاجه موجوده. كده شفنا كل حاجه تقريبا موجوده في الفيلا، ما فضلش غير الروف. ولكن قبل ما نشوف الروف تعالوا نكتشف ايه المطاعم الموجوده قريبه من هنا نقدر نجيب الاكل منها ونرجع نجربه على الروف. طبعا ما ينفعش تبقى في مرسى مطروح من غير ما تعدي على نيو سلطان، اشهر مكان بيعمل بيتزا وفطير شرقي وفطير حلو وكل اللي انت عايزه. فاحنا جبنا ايه بقى؟ بيتزا فراخ باربيكيو، فطيره مشكل جبن شرقي عليها اضافه سجق، وفطيره بسبوسه بالقشطه. تاكل كل الكلام ده وسكت قلبيه على طول. فنستنى اوردر ونرجع تاني على الفيلا. ايه رايك في الريحه؟ جامده طبعا. هوبا هزار شيكن باربيكيو، ورينا كده. هوبا جاهزين؟ يلا جاهزين؟ يلا اديله ما ترحموش. ده ميكس جبن بالسجق. طبعا جبنا 10 7 دايت عشان بس ايه؟ عشان الجريمه دي. بقالنا كتير ما جربناش حاجه اسمها بيتزا نيو سلطانه، من اشهر الاماكن اللي بتعمل فطاير وبيتزا في مرسى مطروح، فما ينفعش يكون موجود من غير ما نجرب. نتغدى كده غدا ظريف عشان ايه؟ نعرف نكمل يوم. يلا بينا. تبتدي بايه الاول؟ دي شكلها يفتح النفس قوي. يلا بينا. ايوه فالفطيره تحس انها مليانه بشكل غير طبيعي. لك سجق ومروق عليك، مش هستناك انا هدوس. لازم كاتشب. لازم كاتشب. ها حس بطعم الحاجه الاول وبعد كده نجرب بالكاتشب. بسم الله. هزار خياليه، اقسم بالله خياليه. جرب بقى بالكاتشب. جرب بالكاتشب نظبط الدنيا. حاسس الحته دي احسن من الحته اللي قبلها عشان فيها كاتشب، مش بقى جاي تسمع كلام. الكاتشب بيوديها في حته ثانيه. دي بقى احساسي بيقول لي ان هي هتبقى جامده قوي. بص شكلها عامل ازاي. يلا بينا يا باشا. خياليه يا جدعان، اقسم بالله خياليه. بالنسبه لي رهيبه يعني، بالنسبه لي ديت 100%، دي 150. بالنسبه لي انا 90. لحد دلوقتي الاكل في مرسى مطروح تجربه مختلفه. نخش على الحلو. بص بقى دي فطيره الحلو كله يعني، المفروض ان هي جواها ايه؟ المفروض انها محشيه بسبوسه وقشطه، عليها من فوق قشطه وعسل. ايه رايك؟ هزار مفيش كده اصلا، اول مره اشوف حاجه زي كده. مرسى مطروح بيحبوا الحلو جدا يعني، محتاج ان انت تكون معاك ديت وخلاص، ما تطلبش بقى لا باربيكيو ولا جبن ولا الكلام ده. حتتين تقفلك بالظبط كده. ناخد واحده، بحب اخد واحده ايه بسيطه انا. حلوه قوي، سكرها خفيف. سكرها خفيف؟ فاكر ان هي تبقى تقيله. والله اقسم بالله سكرها خفيف قوي مظبوط. خلينا نجرب. مظبوط. الفكره انها تحس انها بتاكلك يعني، انت عايز تاخد واحده كمان. ناخد واحده اخيره وبعد كده ناخدكم جوله في الروف، نشوف الروف ايه اللي موجود فيه. يلا بينا. الروف هنا مساحته رهيبه يعني، مكان واسع بشكل غير منطقي، كميه قعدات حلوه جدا جدا، مكان مجهز بالكامل، تقدر تجيب فحم وتشوي وتعمل احلى باربيكيو وبارتي يعني. هتلاقي كل حاجه تقريبا، كشوايه وكسياخ، كل حاجه انت عايزها عشان تعمل البارتي موجوده. فعندك هنا امكانيه ان انت تحط كراسي، ترابيزه و4 كراسي وقعده ظريفه جدا جدا. القعده هنا واسعه جدا، هنا قعدات يعني سهله، قعدات عربي كده قديمه شويه. واعتقد ان هنا الحته ديت وقت الغروب هتبقى قصه ثانيه تماما. عندك هنا في رخامه حوض، وفي زي منطقه تخزين كده صغيره زي المطبخ، بحيث انت لو بتعمل باربيكيو
او حاجه، هنا جاهز كل حاجه عادي جدا. فقاعده من الاخر تقدر برضو تبقى قاعد على الروف شايف الفيو حواليك، فيو البحر برضو تحفه، ممكن مش باين بشكل واضح قوي ولكن برضو تقدر انت تبقى شايف البحر مستمتع بالاجواء والهواء صراحه، والقعده هنا خياليه. وكده شفنا مع بعض ارخص فيلا تقدر تاجرها وانت موجود في مرسى مطروح. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.